اهلا بيك في اول فيديو في كورس ازاي تذاكر زي الرجاله. زي ما قلنا الكورس بتاعنا هيتقسم لثلاث حاجات رئيسيه: ازاي نفهم، ازاي نحفظ، وازاي اصلا نقعد على الكتاب. النهارده هنتكلم على ازاي نفهم. كلنا بنعمل الفهم ده على اساس انه رفاهيه او حاجه هعملها وانا فاضي او انا مزاجي رايق او انا بحب الماده اللي انا بذاكرها دي، ولكن اللي ما نعرفوش اننا لو فهمنا هنحفظ احسن وهنحفظ اسرع. كمان لو حفظنا بس من غير ما نفهم، لو في معلومه واحده بس من اللي احنا حافظينها دي وقعت، كل الحاجه اللي احنا حافظينها تاني هتقع. الفهم هو مفتاح النجاح في الحياه. لو فهمنا الحاجه كويس هنقدر نستغلها لمصلحتنا، نحل مشاكل بطريقة أسهل، ناخد قرارات أحسن، نتواصل مع الناس بطريقة أعمق. هقولك على مثال: من أول المعادلات اللي خدناها في الفيزياء هي السرعة بتساوي المسافة على الزمن. لو احنا خدنا المعادلة دي وحفظناها بس هنحل بيها مسائل، زي مثلا لو قالك عندك عربية مشيت 50 متر في 5 ثواني، تقسم ال 50 على ال 5 هيديك 10 متر لكل ثانية. دي السرعة بتاعت العربية، ولكن مش هنقدر نتلاعب بمعطيات المعادلة دي. لو اداك زمن وسرعة مش هتعرف تطلع المسافة، لو اداك مسافة وسرعة مش هتقدر تطلع الزمن. كمان مش تقدر تطبقها في حاجات تانية، يعني مثلا لو قلت لك سرعة الصوت 340 متر في الثانية، تقدر تطلع أي حاجة تانية من المعطى ده. يعني مثلا لو قلت لك سرعة الضوء في كيلو هيبقى كام ثانية، مش هتقدر لأن أنت مش فاهم، أنت عاوز حاجة زي ما أنت حافظها بالظبط وتطبق عليها. ولكن كل ما بتفهم بتقدر تتلاعب بالمعطيات اللي معاك، سواء في الفيزياء أو في الحياة بشكل عام. المرة الجاية اللي الدكتور أو المدرس يسألك فيها أنت فاهم، ما تعملش براسك كده وخلاص. اسأل نفسك سؤال الأول: هل أقدر أشرح اللي الدكتور شرحه ده لطفل عنده 5 سنين؟ ولو قدرت يبقى أنت كده فهمت، لو ما قدرتش يبقى أنت كده ما فهمتش. ودي الفكرة الأساسية للفاينمان تكنيك اللي اخترعها ريتشارد فاينمان. ريتشارد فاينمان ده كان عالم فيزياء حصل على جائزة نوبل، ولكنه ايضا كان مشهور بذا جريت اكسبلينر، راجل اللي كان بيشرح اي حاجه لاي حد. هو كان دكتور فيزياء، فمن هنا تعرف ان هو فعلا كان جريت اكسبلينر، ان هو كان بيفهم الناس الفيزياء. الفاينمان تكنيك ده بيعتمد على 4 خطوات رئيسيه: اول حاجه اختار موضوع، 2 حاول تشرحه لطفل عنده 5 سنين او لحد غير خبير في المجال اللي انت بتشرحه له فيه، 3 حدد فراغات التعلم او الحاجات اللي انت مش فاهمها قوي، 4 راجع واشرح مره كمان. فانت طفل عندك 5 سنين وانا هحاول اشرح لك واشوف انا فاهم الموضوع ده ولا لا. فأول حاجة أنا اخترت الموضوع الايرون ديفيشنسي انيميا أو الأنيميا المسببة بسبب نقص الحديد. 2 يلا هشرح لك. دلوقتي إحنا عندنا الدم بتاعنا، الدم ده مكون من 3 حاجات: كرات دم بيضاء، كرات دم حمراء، وصفائح دموية. ملناش دعوة بكرات الدم البيضاء وملناش دعوة بالصفائح الدموية، ولكن خلينا نركز في كرات الدم الحمراء. كرات الدم الحمراء دي عاملة زي الميكروباصات. الميكروباصات دي بيبقى جواها ناس، الناس دي هي الأكسجين، والحتة اللي هم رايحين لها هي بقية أعضاء الجسم. فكرات الدم الحمراء الميكروباصات عايزه تنقل الاكسجين اللي في جسمك اللي هم الركاب لبقيه اعضاء الجسم اللي هو المكان اللي انت هتنزل فيه. ولكن الميكروباص ده عاوز بنزين، البنزين هو الحديد. فلما ما بيبقاش في حديد كافي في جسمك، الميكروباص ما بيكملش لاخر الخط، بيقف في نص الخط، فبقيه اعضاء جسمك ما بيوصلهاش الاكسجين، وبعدين بيبدا يظهر عليك اعراض الانيميا زي التعب وزي الارهاق. كده انا خلصت الخطوه الثانيه، وهو اني حاولت اشرح الموضوع لطفل عنده 5 سنين. ولكن هنا في نوليدج جابس او حاجات انا لسه مش فاهمها قوي، زي مثلا ان في ناس بيبقى عندها حديد كتير ولكن ايضا بيبقى عندها نفس الاعراض بتاعه الايرون ديفيشنسي انيميا، ان هو البنزين يكون مغشوش، او في جسمك ان جسمك بيكون بياخد الحديد ولكن ما بيمتصهوش كويس بسبب مشاكل في الامعاء. نروح للخطوه الرابعه دلوقتي. عندنا كرات الدم الحمراء اللي هي الميكروباص، جواها الركاب اللي هم الاكسجين، والمكان اللي احنا رايحين له هي اعضاء الجسم. بنحتاج بنزين للميكروباص ده وهو الحديد، وحديد يكون مظبوط مش مغشوش. ولو عندنا حديد كافي الميكروباص هيشتغل وهيوصل الاكسجين او الناس للمكان اللي هم عاوزينه او الاعضاء. فكده انا شرحت لك الايرون ديفيشنسي انيميا باستخدام الفاينمان تكنيك. فانت لما تيجي بتبقى بتذاكر حاجه تقراها تقول انا فهمتها، ما تقولش لا، تقفل الكتاب. لو عندك اخوات صغيرين قعدهم قدامك واشرح لهم. ما عندكش اخوات صغيرين روح لباباك او مامتك حاول تشرح لهم، لان هم غير خبراء في المجال، مش معاذ الله عندهم 5 سنين. ما تحاولش تستخدم كلمه تقنيه، كلمه ما حدش هيفهمها غير اللي شغال في المجال بتاعك. يعني مثلا انا ما قلتش هيموجلوبين، انا ما قلتش هايبوكسيا، ما قلتش اكسجين ديسوسيشن كيرف. ما حاولتش استخدم كلمات تقنيه، ولكن حاولت استخدم كلمات اي حد حتى لو ما قرأش في المجال ده يكون فاهمها. وبعدين ارجع حدد الحاجات اللي انت مش عارفها في الموضوع، ذاكرها تاني وارجع اشرح تاني الموضوع. كده هتكون انت ثبتت المعلومة في دماغك، وهيكون عندك فهم عميق للموضوع، هيبقى صعب عليك انك تنساه. ده كان كل اللي عندي النهاردة، اشوفك في الفيديو الجاي، سلام عليكم.